لايك وما تبقاش بخيل. انا كنت مأجل الرد لان كنت مركز في الحفلة التانية في كوتشيلا، الحفلة اللي شايل فيها اسمي واسم بلدي واسم جمهوري اللي في ظهري من اول يوم. جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف ان محمد رمضان عمره ما لبس واحدة ست لا في فيلم ولا في مسلسل، مع كامل احترامي للفنانين اللي عملوه. جمهوري اللي حافظني عارف ان محمد رمضان لبس حلق في فيلم وكليب، ولكن في الحقيقة عمره ما لبس حلق ولا عمره هيلبس حلق. جمهوري اللي حافظني وكبرت قدام عينه عارف ان اكيد الاوتفيت الاولاني في الحفلة الاولى محمد رمضان ما يقصدش انه يطلع بالشكل اللي اترجم بيه على السوشيال ميديا. احنا كان الغرض انها تبقى حاجة فرعوني. فريدة كتر خيرها يمكن ما كانش معاها جنيهات كفاية، البتاع طلع قصير شويه، ولكن اكيد محمد رمضان اللي احنا حافظينه ما يقصدش، لان محمد رمضان اللي احنا عارفينه ما يلبسش بران. محمد رمضان يفكه يليف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين محمد عراقي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. النهاردة جايين ومعانا فيديو مهم، فيديو جديد. طبعا في الفترة الأخيرة كلنا شفنا موضوع محمد رمضان وقلبان السوشيال ميديا، وهو ان هو اتفرض علينا، مش احنا اللي، لا حقيقي الامانه الشديده بني ادم. انا ما انكرش ان محمد رمضان بني ادم مؤثر جدا، بني ادم ناس كتيره بتسمعه، يعني في مميزات كتيره جدا جدا، لكن نخلي بالنا من كلمه لكن لانها مهمه جدا جدا. يعني انا مش عارف اقولها لكم ازاي. الواحد انتظر ان محمد رمضان هيطلع وهيبرر كل الكوارث اللي حصلت في الحفله اللي كانت موجوده في امريكا والحاجات اللي حصلت فيها، الا انه عشان يطلع ويبرر طلع ان برر بذنب افظع من الذنب اللي هو عمله. ايه اللي حصل وايه اللي وصل؟ هقول فهمكم كل حاجه. طبعا انا زي ما بقول لك واحد قاعد حزين جدا جدا بسبب اللي حصل. لبس ما كانش ينفع انه يتلبس، ما فيش راجل في الدنيا يقبل على نفسه انه يلبس حاجه زي كده، وشيء محزن جدا جدا. والموضوع اتعرض علينا كلنا على السوشيال ميديا، وكلنا شفنا اللبس، اسوأ لبس ممكن تتخيله انه يلبسه واحد يعتبر هو بيمثل مصر في امريكا. اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، لكن الحاجه الجديده هو الرد بتاع محمد رمضان. الرد كان فظيع جدا جدا. عايز اقول لك ان مرتضى منصور مستلمه استلام، يعني سياده المستشار، واحد مش هنقول مرتضى منصور هو مش بيلعب معاه في الشارع، سياده المستشار مرتضى منصور مستلمه استلام صح. ليه؟ الرد بتاعه رد سيء جدا، رد محدش يتخيله. يعني مثلا لما اتكلم واحنا انتظرنا الرد بتاعه، قال لك ايه؟ محمد رمضان عمره ما لبس لبس واحده ست لا في فيلم ولا مسلسل. دي حاجه كويسه جدا جدا، ما هي دي الطبيعه. المفروض ان اصلا ان اي فنان ما يلبسش لبس يمثل فيه ست او حاجه زي كده. في فنانين لبسوا، في فنانين لبسوا، لكن ما فيهاش ادنى مشكله لانهم ما اساوش للست المصريه في اللبس اللي هم لبسوه. لكن لو لبست اللبس ده كان هيبقى ارحم بكتير من انك تلبسه في حفله والكوارث اللي تحصل بعد كده. محمد رمضان، ودي نقطه بقى خلي بالكم منها وركزوا كويس، محمد رمضان عمره ما لبس حلقه الا في فيلم، في فيديو كليب، يعني الحاجات اللي هي زي كده. لكن في الحقيقه انا عمري ما لبست حلق ولا عمري هلبس حلق. طب كلام جميل جدا. يعني انت راح تلبسه في فيلم وراح تلبسه في كليب وانت في الحقيقه مش هتلبسه، طب انت ليه لبسته؟ عايز توصل ايه لشبابنا؟ موضه سيئه، موضه زي الزفت، موضه بتاعت حريم مش بتاعت رجاله. انت بتتشابه بالنساء في حاجه زي كده. ليه تلبس حاجه زي كده؟ عايز تصدر ايه للشباب؟ عايز تعود الناس على انها تلبس حلقان؟ يعني مثلا الولد يبقى يبتدي لسه بينضج حياته كده، اروح البس حلق مثلا عشان يبقى خواجه يعني؟ ولا ايه الكلام اللي ما يتقالش؟ مادام انت عمرك ما هتلبسه ولا عمرك في الحقيقه ما فكرت حتى انك تلبسه، بتصدره ليه للشباب؟ ما انت هتتسأل عن حاجات زي كده. في اول الفيديو بقول لك ايه؟ انت مؤثر. مؤثر يعني في ناس كتيره بتسمع كلامك، شئت ام ابيت، ان دي حقيقه. ناس كتيره بتسمع كلامك، ناس كتيره بتشاهدك، ناس كتيره بتحبك، فليه تصدر لهم حاجه سيئه؟ ما تصدر الحاجه الايجابيه للناس. هتتحاسب امام ربنا، هتقول له ايه عن النعم اللي ربنا انعم عليك فيها وانت بتقول انا خارج من مكان شعبي وخارج من ظروف ما يعلم بقى الا ربنا؟ طيب كلام جميل جدا. يبقى المفروض ان انا اطلع واقدم حاجه كويسه للناس، ما اقدم لهمش حاجه سيئه. طب اصل انا اللبس اللي انا لبسه ده كان لبس فرعوني،
او كان عايز يبقى شبيه لللبس الفرعوني. وهو من امتى اللبس الفرعوني بيتعمل على العملات المعدنيه اللي يعتبر خاصه بالفلوس بتاعتنا؟ حتى يا سيدي لو انت اللي بتكلمه صح، لكن برضه مبرر ان انت تطلع تقول اصل الجنيهات ما كانتش مكفيه، ما كانتش كفايه عشان تكمله كله. ما ينفعش، انت كنت رفضته من الاول، ما كنتش قبلت على نفسك انك تلبسه. واللي انقح من ده كله، واللي اسوأ من ده كله، واللي انا شفته ان اصعب ما يمكن ان ممكن اي حد يقوله، لما تطلع وتقول الرد، اسوأ رد ممكن تتخيله في حياتك انك تسمعه من فنان. محمد رمضان ما يلبس براه، محمد رمضان يفكه. قصدك ايه بكلمة زي كده؟ قصدك ايه بانك انت ما تلبسش حاجة زي كده واحنا شفناها بعينيك ان وانت لابسها؟ ايه يعني خلاص انت بعد ما شفناك بعينينا كده ان انت لابس حاجة زي كده وبتسيء لنفسك وبتسيء للمواطن المصري وبتسيء للفنان المصري كمان؟ لا، اسيء لاي ست. ممكن ست دي تكون اختك، ممكن ست دي تكون امك، ممكن ست تكون زوجتك، بتسيء لكل اللي حواليك، بتسيء لامهات والنساء يعتبر المصريين كلهم. ليه؟ محمد رمضان ما يلبسوش لكن محمد رمضان يفكه. قصدك ايه؟ قصدك ايه بكلمه زي كده؟ وكلمه يهليفه دي يعني كلمه على فكره دي شتيمه. انت بتشتم الناس ليه؟ الناس شافت بعينيها حاجه وطلعت واتكلمت عنها، راح تشتمهم كمان وراح تسيء لناس للسيدات وتسيء. كلام ما ينفعش انه يتقال. محمد رمضان ما يلبسوش لكن محمد رمضان يفكه. ده كلام يتقال؟ يعني حتى جيت تكحلها عمتها. لا تعليق في حاجة زي كده، حاجة بجد مستفزة جدا جدا لما تسمع رد. كنت منتظر ان الراجل يطلع ويعتذر وانا اسف يا جماعة وانا ما كانش قصدي ان انتوا فهمتوه ده غلط وانا ما كانش مش عارف ايه وانا، لكن تطلع وبدل ما تيجي تكحلها تعميها خالص وتطلع وتسيء للسيدات وتسيء اللي مش عارف للعملات المعدنية وتسيء للمواطن المصري والفنان المصري وتسيء لكل حد. ده مش صح. عايز توصل لإيه لأكتر من كده؟ عايز توصل لإيه لأكتر من كده؟ أنا مش عارف بجد، شيء محزن جدا جدا ومش عايز أطول عليكم أكتر من كده، لكن حاجة زي كده استوقفتني فقلت أطلع وأتكلم معاكم فيها. إذا عجبك الفيديو متنسناش اللايك الجميل، ما عجبكش الديسلايك. اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.